بسم الله ما شاء الله يا جماعة. الكنتاكي طالع ما شاء الله طعم وقرمشة وريحة حلوة جدا. لو عجبتك الوصفة ما تنسنيش في اللايك والشير واشترك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل فراخ الكنتاكي او البروستد، يعني فراخ المقرمشه. انا معايا التوابل بتاعتي. دول معلقتين سكر ودول معلقتين ملح. معايا بقى معلقه كبيره من بتاعه الاكل بصل بودر، توم بودر، جنزبيل، بهارات فراخ، كركم. ومعايا نص معلقه حبهان مطحون، نص معلقه شطه بتزودي لو انت عايزاه سبايسي اكتر. دي كزبره معلقه، يعني معلقه برضو من بتاعه الاكل بس مش مليانه قوي. ومعايا زعتر، والفراخ طبعا بتاعتي. ومعايا كوبايه دقيق، ومعايا بيضتين بس دول هناخد منهم البياض بس. هروح افصل البياض عن الصفار وارجع له. انا كده جبت بوله هنحط فيها بياض البيض. بياض البيض هنا بدل النشا، في ناس بتحط نشا علشان تقرمش بس انا مش بحب طعمه في الكنتاكي، وبعدين بيديله لون مغير كده. انا بحب جدا البياض احسن من هيدي نفس نتيجه النشا بس الطعم احلى. هنحط كده البياض ونحاول نضرب فيه شويه. هننزل بالتوابل كلها، نقلب. انا معايا هنا 5 كوبايات ميه، يعني لتر ميه. هنحط شويه بشويه بقى كده، ميه عاديه من النقيه. نحاول كده نخلي التوابل كلها تتجانس مع بعضها. نحط كمان الملح والسكر. مجموع الكوبايات الميه هي 5. الكوبايه ديت وزن 200 مللي. في بقى مكون معايا يعني هتستغربي ان انا استخدمته، بس هو بصراحه دي معايا بالصدفه. يعني انا جربته في الكريب، فاداني نتيجه حلوه جدا واداني ريحه زي بتاعه المطاعم بالظبط اللي احنا بنشمها واحنا ماشيين. المكون ده الفانيليا. هنحط كيس واحد مع الخليط دوت. لما تيجي تقلي هيديكي ريحه كده زي اللي بنشوفها او بنشمها واحنا ماشيين جنب المطعم. جربيها وما تخافيش والنتيجه عليا. كده خلاص. الفراخ بتاعتنا بقى لازم نعمل لها شقوق، يعني كده ما بين، يعني جنب العظم كده تدخلي السكينه علشان تشرب من التتبيله، وكمان الحراره بتاعت الزيت وانت بتقليها توصل لها، فما يبقاش فيها دم ولا سوائل ولا اي حاجه. كده اي شقوق كده مش او جامد. نحاول نكسرها كده ونشقها برضو كده. دول 4 اوراق. المقادير دي تكفي معاكي مثلا لحد فرخه ونص ممكن، بس انا عندي النهارده 4 اوراق بس. نكسر كده ونحط هنا في الخليط. بس بقى انا عندي، يعني انا مش بحب بصراحه الجلد ده عليها خالص، فانا هشيلها واعملها من غير جلد ليا انا. نسينا عشان كلها تاخد سوا واحد بس كده. هي كده لازم تبقى غطسانه في الخلطه. الخلطه دي يعني لازم تقعد فيها مش اقل من 6 ساعات. بس انا افضل ان احنا بنعملها مثلا من بالليل، وتاني يوم على الغدا ممكن نبتدي نقلي فيها بقى.
حطها في التلاجة حوالي 6 ساعات، لان انا النهارده هعملها على الغدا ومكانتش عندي امبارح علشان هتبلها من بكره. هحطها في التلاجة ولما تطلع هوريها لكم. اهي يا جماعه الفراخ طلعتها من التلاجة بعد 6 ساعات، اتشربت طبعا من الخلطه اللي احنا عاملينها. اهي ممكن شويه على جنب. ده نص كيلو دقيق نخلاه عشان يبقى خفيف، ودي نص معلقه من كل التوابل اللي احنا حطيناها قبل كده. احنا حاطين الاول معلقه كبيره، دي نص معلقه عشان الدقيق يبقى مبهر. طبعا تحطي عايز تحطي شطه وفلفل اسود تاني على الدقيق، بس انا مش بحب الحاجه حاميه قوي. هنقلب بقى كده الدقيق كويس جدا. وهنضيف معاه نص باكو يكشف، نص باكو بس. نقلب بقى ونخلط كده. في الوقت ده انا حاطه الزيت على النار حته تانيه عشان ما يلزقوش في بعض. كمان قطعه حط عليها دقيق كده. خليها لا تاخد طبقه من الدقيق كويسه. نحط معاها بقى دبوس. احنا عايزين في كل مره نقلي ما نقليش اكتر من 3 قطع علشان الزيت يبقى محوط القطعه من كل اتجاه، ما يبقاش مثلا قطعتين لازقين في بعض فالزيت ما يعرفش يدخل ما بين القطع، عشان كله يستوي وياخد سوا واحد. احنا خلاص هنقلب بقى كويس قوي. نحاول نقلبها كده كذا مره كذا مره كده لحد ما تحسي ان هي خلاص مفيش فيها اي حاجه مكشوفه. تمام. بعد كده هناخدها ننفضها كويس قوي وننزلها في ميه ساقعه تلج. ده تلج. ننزلها كده بسرعه وننزلها تاني في الدقيق. دي كده خدت الطبقه المقرمشه. 3 قطع هنعمل فيهم كده. نحطها في الميه المتلج بسرعه ونطلعها ننزلها في الدقيق الطبقه الثانيه. ادي القطعه الثالثه. ما نسيبهاش كتير في الميه، يا دوبك تغطسيها وتطلعيها. كده ال3 قطع خدوا طبقتين من الدقيق. هنروح بقى على الطاسه، الزيت سخن كويس جدا. نروح على الطاسه ونبتدي نقلي اول دور. الزيت هنا اهو سخن جدا. هنبتدي ننزل بقى بال3 قطع. انا هنا بقى بيتحلى عشان يبقى غزير، في نفس الوقت ما نستعملش الزيت كتير عشان التسبيح خلاص. ننزل بالقطع. الزيت سخن قوي ازاي. القطعه الثانيه. ادي الثالثه. لازم الزيت يبقى مغطي القطع، يعني هي بتاخد الطاسه المره الواحده بتاخد 14 دقيقه عشان تستوي. ده شكله يا جماعه بعد ما عدى عليه 5 دقايق على النار العاليه. بنوطي بقى النار، بنخليها ما بين المتوسط وبين الواطي. نستنى عليه دقيقتين وبعد كده نقلبه الناحيه الثانيه ونستنى 7 دقايق. وكده ان شاء الله هيكون استوى ومن جوه هيبقى زي الفل مستوي ومقرمش جدا من بره. الطاسه الواحده او المره الواحده القلي بتقعد على النار 14 دقيقه، فاحنا بنقعد 5 دقايق على النار العاليه عشان الفراخ تاخد الصدمه الاولى، وبعد كده دقيقتين ونقلب ونقعد 7 دقايق كمان